هلو ازيكم حبايبنا في كل مكان. النهاردة هقدم لكم وصفتين احلى من بعض، تنفع كفطار خفيف او بين الوجبات، والاولاد هيحبوها. تابعوني خطوة بخطوة عشان تعرفوا التركات والحركات. يلا بينا. الوصفة الأولى هنعمل فرنش توست. المقادير: 4 كرواسون، 4 توست طري، 8 بيضات، 1 كوب لبن، نص معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة فانيليا، 4 معالق صغيرة زبدة، معلقة كبيرة عسل. والمقادير دي ل8 أفراد، ممكن تقللي الكمية على حسب عدد الأفراد. يلا نجهز الفرنش توست. هقدمه بطريقتين. الطريقة الأولى بالكرواسون، بنقسم الكرواسون إلى نصفين. لو عندك كرواسون بايت والأولاد مش عايزين ياكلوه بالطريقة العادية، أو عندك أي نوع خبز بايت، وبكده بنعيد استخدام الطعام وبنقلل من إهدار الطعام. في بولة كبيرة بنكسر 6 بيضات كاملة، وبنضيف صفار بيضتين، والبياض بنشيله في التلاجة، ممكن نستخدمه في حاجة تانية بعدين. بنضيف الفانيليا، القرفة، العسل، بنضيف اللبن، ونقلب المكونات كلها مع بعض كويس. بننقل الخليط في علبة بلاستيك غويطة، وبنضيف رشة ملح. بنغطس الكرواسون في الخليط حوالي 30 ثانية على كل جنب عشان يتشرب من الخليط، وبعد كده بنطلعه على صينية كبيرة، وبنكرر نفس الطريقة لحد ما بنخلص كمية الكرواسون. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة، اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وفي طاسة متوسطة بننزل ب3 معالق صغيرة من الزبدة، ولما الزبدة بتسيح بننزل بقطع الكرواسون ونسويهم على نار عالية لحد ما بياخد اللون الذهبي من كل الجوانب. ولما بيتحمر بنقلبه على الجانب التاني. ولما الكرواسون بيتحمر من الناحيتين بنطلعه على صينية. ولما بنخلص تحمير الكمية المطلوبة في فرن سخنة بنسويه لمدة 10 دقايق. والطريقة التانية من الفرنش توست، أنا هنا استخدمت توست طري كان باقي عندي، معمول من العسل والقمح الكامل. بنزله في الخليط لحد ما يتشرب من كل جانب واطلعه على صينية. ولما بخلص الكمية في طاسة متوسطة بنزل بالزبدة، ولما بتسيح بضيف التوست لحد ما ياخد اللون الذهبي من كل جانب، وبعد كده بطلعه في صينية واحطه في الفرن لمدة 10 دقايق. وللتزيين بنستخدم سكر بودر، سيرب، فراولة قطع، 2 معلقة صغيرة زبدة، والإضافات دي حسب الرغبة. وده شكل الكرواسون بعد ما طلع من الفرن، اخد اللون الذهبي الجميل. والكرواسون هو سخن بناخد الكمية اللي هنستخدمها ونطلعها في طبق التقديم. بعد كده بنضيف الإضافات: الزبدة، السكر البودر، الفراولة أو أي نوع فاكهة متوافر عندك، بنضيف السيرب أو ممكن نستخدم عسل. وبكده الفرنش توست جاهز للتقديم. الريحة والطعم رائعين، جربوه وقولولي ايه رأيكم. بالهنا والشفا. وطبعا مش هننسى الباقي من الكرواسون والتوست، بنحطهم في علبة ونغطيهم ونحطهم في التلاجة، وعند وقت الاستخدام بنطلع الكمية المطلوبة ونسخنها في الفرن او الميكروويف عادي، وبعدين بنضيف عليها الاضافات اللي احنا حابينها. والوصفة التانية هقدم لكم طريقة عمل أم علي، ودي وصفة مصرية أصيلة مع إعادة استخدامها بطريقة جديدة. من 3 كرواسون هقدمهم ب3 أشكال مختلفة. تابعوني خطوة بخطوة. المقادير: 3 كرواسون، 2.5 كوب لبن، 1 كوب كريمة قليلة الدهون، نص كوب سكر، نص معلقة صغيرة فانيليا، نص معلقة صغيرة قرفة. وللتزيين 2 معلقة كبيرة جوز الهند مبشور، 2 معلقة كبيرة زبيب، 2 معلقة كبيرة أي نوع مكسرات، 1 كوب كريمة. وبالمقص بنقطع الكرواسون إلى قطع صغيرة بالعرض لحد ما بنخلص الكمية المطلوبة. واعملوا سيف للفيديو عشان لما تحبوا ترجعوا له بعدين.
وبننقل قطع الكرواسون في صينية كبيرة ونحاول نوزعهم في الصينية ونبعدهم عن بعض عشان يتحمصوا كويس. وممكن كمان نقطع قطع الكرواسون إلى قطع أصغر عشان تتحمص أكتر وتدينا كمية أكبر. وبنحمص الكرواسون في فرن سخن على درجة حرارة 350 لمدة من 10 ل 15 دقيقة. وفي طاسة متوسطة غويطة بننزل باللبن وبنضيف الكريمة والسكر والفانيليا ونمزج الخليط كويس. وعلى درجة حرارة متوسطة بنسخن الخليط لحد ما بيغلي، وده شكل الكرواسون بعد ما اتحمص واخد اللون الذهبي. وبناخد من قطع الكرواسون المتحمصة وبنحطها في أطباق التقديم. ودلوقتي هوريكم 3 أشكال مختلفة من تقديم أم علي. الطريقة الأولى بنضيف لبن ونزينها بأي إضافات حسب الرغبة، وممكن نحطها في التلاجة وتتاكل باردة أو نسخنها في الميكروويف أو ندفي لبن ونضيفها عليه، وبالطريقة دي بتتاكل سخنة. أنا هنا ضفت مكسرات، جوز الهند، زبيب، قرفة، وبعد كده بنضيف من الخليط لحد ما بنغطي المكونات. والطريقة دي بتتقدم باردة أو سخنة. والطريقة التانية لتقديم أم علي في صينية متوسطة مستطيلة، بنحط الباقي من قطع الكرواسون المتحمصة ونضيف المكسرات، زبيب، جوز الهند، ونغطيها من خليط اللبن. وانا هنا استخدمت علبة قشطة متوسطة، او ممكن نستخدم وش اللبن ونخفقه ونفرد القشطة بالتساوي على الوش، ونرش سكر بودر عشان تتكرمل. ونحط الصينية تحت الشواية لمدة من 2 ل 3 دقايق لحد ما الوش يتكرمل. وده الشكل الثالث لتقديم أم علي. وهنا للتزيين ممكن نستخدم أكياس كريم شانتيه المخفوقة أو الكريمة، والطريقة زي ما وريتكم في فيديو الكب كيك، ممكن ترجعوا له، حاسب لكم اللينك في الوصف. وبنضيف حبة مكسرات على الوش للتزيين. وبكده قدمنا 3 أشكال مختلفة لتقديم أم علي. جربوه وقولولي ايه رأيكم، بالهنا والشفا. ولو متابعيني لحد دلوقتي انا بشكركم على المتابعة، واستنوني مع وصفات كتيرة جميلة ولذيذة. باي باي.